كانت في القصر كيما عادتي، كنت كنتفرج في دوك الغيوم، شويه ظهر ليا شيطان كبير وقال لي اهلا بك يا هجين. قلت له شكون انت وكيفاش تقدر تدخل القصر ديالي؟ هذا القصر عامر بحمايه اقوى من اي قصر في هذا العالم. قال لي يا هجين ما تبقاش تدوي بزاف، حيت هادشي اللي غادي تعرف اليوم فائده ليك وفائده ليا. ملي جيت نعرض عليك واحد العرض تولي فافو في الجيش ديالي ندوز الجيش ديالك. قلت لي عارضك المفروض يا شخص انا ما كنعرفش اصلا سميتك. قال لي عيط عليا الرئيس المنادى. قلت له غادي نعيط عليك انت بسميه. قال لي واش وليتي كتخالفني؟ منين انا قلت لك بانك فاش كنت صغير وعدتك باش تحمي اختك ولكن حميتيها، سمعتي نصيحتي ولي بالك غادي تسمعها دابا كيما قلت لك حمي اختك، دابا غادي تسمع لهضرتي حيت راها فائده ليك. قلت لي ما محتاج حتى فائده وخرج عليا من قصري. قال لي شوف يا هاجر غتندم على هذا الكلام اللي كتقولو، كنقسم لك بانك غادي تندم على اي كلمه قلتها. قلت لي انا خليني نادم. شوف بلا ما تقدر طلع عليا بزاف كتلقني علاش نيتيني اصلا نجي معاك انا الجوج ديالك واصلا انت عارف كنت يا سيد الشياطين. قال لي عرفتيني هي بعدا والله شنو نقول ليها ولا نقول لك؟ قلت لي قول لي انت علاش جاي عندي؟ قال لي باش تنضم للجوج ديالي انت واختك. قلت لها اختي اصلا ما لها حتى حاجه، اختي ما تبقاش تذكر على فمك يا سيد الشياطين، انت سيد الشياطين ماشي سيد الوجداء ولا سيد البشر. قال لي ولكن عليا القوه على اي بشري. نقول لي عرضي ديما غادي يبقى لك يا انسي، ولا انت اصلا ماشي انسان غادي يقول لك يا هجين. عرضي ديما ليك يا هجين، لذلك كنصحك بانك بلا ما تبقى تطرطر عليا بزاف ووافق على عرضي. قلت لي لا ما موافقتش على عرضي. قلت لي قال لي غادي نعطيك واحد الحاجه سريه على هاجر. قلت لي هاجر ايش هاجر الهضره؟ قال لي هاجر اللي يدير عليك حرب يا هجين، لذلك وجد راسك هاجر راه غداره. قلت له غداره وكيفاش غداره؟ هاجر انا كنعرف عليها بانها ما غاديش تقدر دير والو امام الجيش كبير. قال لي بانك تجي في الجيش باقوى السحره، راه هذوك ماشي مرضى سحره وجمع اقوى مرضى في هذا العالم، لذلك عارف بانك غادي تطيح وغادي تطلب مساعدتي. قلت له لا ما غاديش نطلب مساعدتك، خرج عليا نقصيك وانا ما بغيت مساعدتك. قال لي غادي تندم يا هجين على هذا الكلام اللي كتقول. قلت له خليني ندم، انا باغي ندم اصلا. قال لي غادي تندم وبزاف يا هجين. باغي ندم انا خليني ويلا خرج عليا من قصري. دارت بابا كبيره واختفى مع هذاك الشيطان الكبير. اللي سمع راسي بديت كنفكر دابا هاد هاجر هادي اللي جايه عندي. عيط على احمد، بديت كنعيط هو احمد. كان اول مره نعيط على احمد بهذه الطريقه، دائما كنستخدم الطاقه الروحانيه باش نعيط على اي شخص. احمد دخل عليا يقول لي يا رئيس علاش كتعيط عليا بهذه الطريقه الغريبه؟ قلت لي احمد وجدت لي دابا كتاب من اقوى كتب السحر اللي كيعلمك طلاسم، ماشي باش كتاب يعلمني كيفاش نشعوذ، انا بغيت طلاسم في اقرب وقت. قال لي اي يا رئيس دابا غادي نعيط لك على واحد من اقوى مرادتي واسرعهم. نطق بشي طلاسم وظهر امامي مراد كبير كان لونه ازرق. قال لي بماذا يامر المستدعي؟ قال لي يا احمد بيتك تحضر لي كتاب من اقوى كتب السحر، ولكن ماشي اي كتاب سحر يعلمو المشعوذه، بيتو كتاب يعلمو طلاسم قويه. قال ليه صافي امرك دابا غادي تنفذ، ودابا غادي تقلب ليك على الكتاب بما كان. ما عرفتش بان احمد كيطير في هادشي ديال الطلاسم، هو من صغرو كان ساحر، كان ماشي ساحر كان معاه واحد الساحر كان كيعلمو الطلاسم القويه، طلاسم ليه من قوه وجداره كبيره. خديت راسي وقلت ليه ما احمد شكون اللي علمك هادشي؟ قال لي علمني خالي هو اللي علمني هادشي وعلمني كيفاش نتعلم الطلاسم. هذا جني ازرق ذو قمه عاليه، وهذا الجني الازرق ماشي كاع اي جني، هاد الجني الازرق كلهم يستحضروا لك كيفاش غادي يقول لك يعني كتقول لهم تاع الحاجه يقلبوها لك وهما كيحضروها لك. قلت ليه صافي قلت لك دابا يا احمد نصرف. قال لي صافي يا رئيس غادي نصرف احمد وخلاني في حيره من امري. بديت كنفكر قلت دابا هذا شنو غادي ندير؟ دابا انا شغونه غادي ندير مع الطوفان ديال الهاجر، وبان هذا الشخص ما انه قال لي بانني خصني نعتني بختي ودابا كلشي يقلب على اختي، ما بان عنده الكلام في الحق، ما بانه مشى لقطر هاجر وشاف بان هاجر عندها امبراطوريه، ماشي امبراطوريه ولكن دوله صغيره نقدروا نقولوا لها امبراطوريه. دار عندي احمد قال لي يا رئيس هو الكتاب اللي كنتي قلتي لي نحضروا لك. خديت الكتاب بين يديا قلت له صافي احمد قلت لك نصرف احمد هو كيشوف فيا بغرابه. خديت الكتاب وبديت كنقرا فيه، بديت كنقرا بلا ما نحس، بديت كنقرا شي طلاسم وكانوا دوك الطلاسم اللي نفعوا على داك
داكشي اللي قدامي. كما نقول لكم كانت واحد الطابلي قدامي، قلت واحد الوصول تفرقعات عن بكره ابيها، وهادشي انا اللي كنقلب عليهم. بقيت داك الليل كله سهران كنقرا في هاد الكتاب حتى كملته، وعاوتاني بديت كنعاود فيه قلت وامرت بان اي شخص كما كنلوعو نلوع عليه يدخل عندي، حتى ما جات براسو نلوع عليه يدخل. بديت كنقرا فيه وكنعاودو حتى فضت كاع الطلاسم المتواجده. خديت نفس عميق وقلت واخيرا غادي نقدر عليك يا هاجر، واخيرا يا هاجر غادي نقدر نمحيك عن بكرة ابيك. واخا كنت قادر نمحيك ولكن كنت كنطيبيني دائما، ولكن هاد المره غادي تكون النهايه ديال قريبه. يظهر عليا داك الشيطان الكبير اللي جا ليا وحضرني من هاجر، قال لي وافقتي على عرضي؟ قلت لي انا ما محتاج. قال لي اسكت انت ما عرفت والو، داك الكتاب اللي حضر لك هاد الخينه هاد المجعويد هذا راه ما كتب والو، غادي نحضر لك 60 كتاب من اقوى كتب الذهب، وغادي نتبع الجيش ديالي باش يوقفوا هاجر وزعما يقصحوها بزاف باش ما تقدرش تهاجمك بقوتها. انا هذيك هاجر ما مرتاحش لها يا اجين. ديك هاجر راه قادره باش تجمع كاع السحره ديال العالم، ما بانهم كيقلبوا عليك وحال ديرك على هذه المكانه اللي انت فيها. كنقول لك ونعاود نحضرك، وياك تثق فيك هاجر، تقدر تقول لك اي حاجه، ولكن انا كنصيحه مني ما تتبعاش. قلت له وشنو دابا انت علاش جاي؟ قال لي انا فقط كنوفر لك عرض. قلت له عطيني عرضك، شنو هو عرضك؟ قال لي عرضي هو بانك تقدر بانك تخدمني لمده شهر واحد وغادي نحضر لك داك 60 كتاب. قلت له عرضك مرفوض، هذاك الخدمات ديالك انا عارفهم، كيما خدمك با وقتلتيه ما غاديش نخدمك انا باش تخدمني بحالو. قال لي لا ما غاديش نقتلك بحالو، انت هاجم اما باك فقط انت كتجوز الشياطين الانس كتجوز اي كينون باك هي الاخضر واليابس. ولكن انت ماشي بحال باك، انت عندك قوه جباره غادي تقدر توقف جهود الانس والجن. قال لي ولا انا اللي قلت له لا ما موافقش على العرض، انا عارفك غادي تخدمني. قال لي هذا الكتاب عارفك بانك وانت اختك هاجر ما تقدر انت تموت وتخليها تموت. كيفاش انا نموت؟ قال لي هاجر جمع اقوى السحره في بلاد العرب بل حتى بلاد فارس اللي كتولدوا فيها اعتى السحره، انت عارف هادشي العجيب. عارف بان بلاد فارس كيتجمعوا فيها اقوى السحره اللي راه جات لنا 70 ساحر زائد جمعات منا 30 مارد. هاد 30 مارد والله كنقسم ليك بانهم ما غاديش يسمحولك باش تعيش، ولا غادي يسمحوا لهاد الجنود اللي حاملك برا اللي جنودي تاعك فيهم ما غادي تنتاق فيك يا شيطان. قال لي على راحتك يا هاجين، وما غادي تندم على الغلطه اللي ما وافقتيش عليها. قلت له عرضك مرفوض يا شيطان، سير انت والعرض ديالك. قال لي هاجر اليوم غتهاجمك، سمعتي ولا ما سمعتيش؟